الأوضة كانت زحمة وضحك البنات مالي المكان، والعروسة مي كانت قاعدة قدام المراية بتجهز، وصاحبتها الروح بالروح هنا كانت هي اللي ماسكالها شنطة الميك اب وبتقول لها: يا مي، أنا جايبالك روج مخصوص ماركة عالمية هدية مني عشان شفايفك تفضل ثابتة ومنورة طول الفرح. هنا كانت هي اللي بتختار الألوان وبتحلف لمي إن الروج ده ما بينشفش ومريح جدا، والكل كان بيقول يا بخت مي بصاحبتها اللي بتفهم في الأصول. مي كانت لسه هتحط الروج وفجأة القطة الصغيرة بتاعت مي نطت على الترابيزة ولحست لحسة صغيرة من صباع الروج اللي كان مفتوح، والصدمة كانت بشعة. القطة في ثواني بدأت تترعش ووقعت من على الترابيزة وهي مش قادرة تتنفس. مي جمد الدم في عروقها ومسكت صباع الروج وشمته بتركيز، لقت ريحة كيماوية نفاذة متدارية ورا ريحة الفراولة الصناعية. مي ما كانتش ساكتة، أخدت الروج وطلعت لصيدلي ساكن في نفس العمارة بسرعة، والصدمة التانية كانت أصعب. الصيدلي قال لها بذهول: يا بنتي، الروج ده مخلوط بمادة مخدرة قوية جدا بتسبب شلل مؤقت في عضلات الوش واللسان، اللي يحطه مش هيعرف يتكلم ولا يضحك لعدة ساعات. اتضح إن هنا كانت عينة من عريس مي وقررت تنتقم منها في ليلة العمر عشان مي تطلع في الفرح وشها ممسوح ومش عارفة تنطق كلمة واحدة، والناس تقول عليها مريضة أو ممسوسة، والعريس يهرب منها في ليلة الدخلة. مي رجعت الأوضة ولقت هنا قاعدة بتمثل القلق وبتقول: ها يا مي، حطيتي الروج؟ مي مسكت الروج وفتحته في وش هنا وقالت بصوت مشروخ من الوجع: الروج اللي كنتي عاوزة تخرصيني بيه يا هنا هو اللي فضح خرس ضميرك وسواد قلبك. انتي مش صاحبتي، انتي السم اللي كنت هشربه بإيدي. مي جابت الأمن وطردت هنا بفضيحة بجلاجل قدام كل البنات، وهنا وشها بقى زي الكفن لما عرفت إن قطة هي اللي كشفت غلها. مي عرفت إن الجمال ساعات بيبقى فخ، والحرص واجب حتى من اللي بتختار لك لون روجك. ودي كانت تاني حكاية في سلسلة خفايا مايا اللي بتعرفنا إن اللي تبين لك إنها بتجملك وهي بتخطط تخرسك ربنا بيفضحها بأبسط سبب، والحقيقة دايما بتبان ولو بلمسة روج.